ايه الفرق بين الماركتنج والادفيرتايزنج؟ هو مش انا هسوق حاجه يعني اعمل لها اعلان، لا 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 لا، الموضوع بعيد كل البعد عن البساطه اللي انت بتقول بيها الكلام ده. كتاب وان بيج ماركتنج بلان للكاتب ألان داب المثال حلو قوي يجاوب للسؤال ده. تخيل في سيرك هينزل البلد، اول حاجه عملوا يفط في كل مكان، ده بقى اسمه الادفيرتايزنج. خدوا الفيله والنمور والحاجات اللي موجوده جوه السيرك ومشوا بيها جوه البلد، عملوا حاجه اسمها بروموشن. انت شفت المنتج او السيرفيس من غير ما تدفع حاجه بيشدك. بعدها بيقول لك ان في نزل الجرايد تاني يوم ان الفيله عدت على بيت العمده او التشيرمان او كده، بوظت الجنين عنده، فبقى ده اسمه ترند، اتعرف. تاني يوم بعد ما اتعرف وبقت الناس كلها بتتكلم عن اسم السيرشز ده، راح باع التكت، ده بقى اسمه سيلز. كل الخطوات دي هي الماركتنج، فالادفيرتايزنج اداه من ادوات الماركتنج. خلينا نضيف بقى كمان ان الماركتنج بيبقى موجود قبل المنتج والخدمه، هو اصلا دور مهم في تكوين المنتج او الخدمه. فتعريف كتابنا One Page Marketing Plan للماركتنج: strategy you use for getting the ideal target marketing to know you, like and trust you to become a customer. باختصار بيقول لك اعرف عميلك وبعدين اجذبه ليك، يعني هتخليه ليد ليك وبعد كده هتكمل خطط تخليه يثق في المنتج بتاعك او السيرفيس، هيبقى زبون او كاستمر دايم ليك. طبعا الكلام ده كله مختصر، لو حابب تعرف اكتر تابع الفيديوهات اللي جايه. سلام.